قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كيراكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب العالمين. اليوم اليوم البنات راح ندير معاكم وصفة إن شاء الله، وصفة البغرير بطريقة تقليدية. راني درت لكم من قبل بطريقة ما شاء الله. شوفوا البنات، بدينا الفيديو تاعنا أحلى ما عجبوها هذا النباتات. راح نتكلم معاكم عليهم اليوم. هذه النباتات هايلين ما شاء الله، فيهم رسالة هذه النباتات. قعدوا معايا إن شاء الله وراح نهدر لكم عليهم بإذن الله، لأنهم جوني هدية. إذا البنات اليوم جبت لكم كما قلت لكم وصفة تاع البغرير تقليدية كما نبغي أنا، كما نديرو أنا درت لكم وصفة من قبل، وصفة سريعة وبمقادير مضبوطة. المرة اللي فاتت درتها لكم وكانت رائعة هايلة، ويخرج بنفس النتيجة البنات، نفس النتيجة، يعني يخرج بغرير ولا أروع. وصفة هايلة، ماشي معجن، هايل يعني كيما الشهدة، هايل. ولكن البنات هنا نديرو بهذه الطريقة التقليدية كيما راكم تشوفوا البنات. جبت شوية سميد الرطب، درت مغرف خمارة ممسوحة، مغرف خمارة تاع كسرة، شوية ملح، وبديت نعجن بالماء دافي عادي. نعجن كيما راكم تشوفوا البنات، نخلطها ونعجنها عادي، ما ندلكهاش بزاف كما الكسره، ولكن نعجنها هكا كيما راكم تشوفوا الطريقه البنات. ما قصيت والو من الفيديو، كيما راكم تشوفوا هكا. ونبدا ندير الماء الدافي بالعقل ونعجن كيما راكم تشوفوا. هذه هي الطريقه التقليديه وسهله، يعني ماهيش صعيبه. جربوها البنات، كيما تعجني الكسره كيما ديري البغرير عادي، وتخرج لك يعني وصفه ولا اروع. وديري البغرير تاعك لضيافك ولا لعائلتك ويحمر وجهك، يجي ولا اروح. هكا البنات نعجنها ونزيد الماء بالعقل. كي تبدا شويه في يدي طلقت العجينه، شوفوا البنات نخدمها بهذا الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. نجبدها هكا نطلع ونعاود نخبط العجينه تاعي هكا. هذه الطريقه مليحه البنات باش هذيك العجينه تاعكم كيف نقولوا تتخلط مليح، ما يبقاش هكا فيها حبيبات تاع العجين، ولا تتخلط. يرجع العجينه في يدك ترجع ليس هكا، ترجع رطبه هكا. ديري الماء الدافي وعجني، ديري الماء الدافي وخدميها بهذيك الطريقه هكا البنات. هذه هي الطريقه هكا، وتجي وصفه ولا اروح. الحمد لله، استغفر الله واتوب اليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الجمعة يعني لازم نكثروا
الصلاة على النبي والذكر والدعاء، الدعاء مستجاب إن شاء الله. إن شاء الله ربي يستجيب لنا الدعاء ويتقبل منا كل العبادات إن شاء الله يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا البنات راني درت هذيك الطريقة هكا، حرحرت بيدي هكا الحبيبات هذيك 9 دقائق كامل. من بعد نجيب هذاك الخليط نديروه هنايا في غيسيبيون ولا في باسينه ولا عندك قدره ولا حاجه، حطي فيها الخليط تاعك باش يبقى هكا ملموم وتقدري تخدمي. من بعد نجيبوا البنات 2 اكياس تاع خميره الحلوى، نزيدوهم مع الاخير ونديروا ونضربوهم بالميكسر. البنات راهي سهله دروك، هذه الطريقه سهله، هذه اللي تخلي البغري تاعك يجي هايل. بكري كنا نديرو نحرحروه غير هكاك، نتعبوا معاه نحرحروه كامل هذاك الدقيق يليق نخدموه مليح بيدينا حتى يبدا رطب. كي يبدا يرطب هذيك هي تجي البغري تاعك شباب. هنا راه عندنا الميكسر، يعني طريقه سهله جدا نديرو بها. ونديرو الخماره تاع الكاطو كذلك باش تخمر لنا بالخف ويجي، ونطيبوه بالخف ويجي البغرير تاعنا شباب. بكري كان يدي يعني ساعه ساعتين البغرير باش يخمر. دروك لا عندنا هذه الطريقه سريعه، كل شيء راه سهل عندنا دروك. غير اللي ما بغاش تخدم البنات، غير اللي ما بغاش تتعلم، يعني كل شيء راه سهل، كل شيء راه في اليوتيوب، كل شيء سهل علينا. البنات غير اللي ما بغاش تخدم، هذه هي اللي تبغي تتعلم كل شيء راه سهل. هكا حتى يبدا العجين تاعنا في هذا القوام البنات، الخليط تاعنا يبقى بهذا القوام. نديروه في الباسينه هذه وندير نخلوه يخمر على جهه. البنات هنا بغيت نهضر لكم على هذه النباتات. هذه النباتات يا البنات جاوني هديه من جارتي. كانوا يسالوني يقولوا لي ديري في اليوتيوب من نافيك. هي كي شافتني، كاين بزاف اللي بعثوا لي وقالوا لي علاه ما راكش ديري الوصفات. انا ما كنتش زعما، وانا اللي ظروف راكم عارفين الخدمه الله غالب يحسن العون. المهم جارتي واش دارت لي هذه النباتات البنات في هذه البلارات هكا وصنعتهم ما شاء الله عليها تبارك الرحمن، وجابتهم لي في الطاقه وطبطبت عليا وقالت لي ديري لنا كي ديري لي فيديو ديري هذه النباتات زينه ما شاء الله عليها. يعني قدمت لي رساله بلا ما تانسيستي عليا، قدمت لي رساله بلي رانا معاك وديري لي فيديو وما تحبسيش رغم الظروف تاعك تدخلي معنا ورانا نتوحشوك. يعني عبرت لي بالحب تاعها بهذه النباتات البسيطه وهذه الهديه البسيطه، ولكن هي غاليه عندي. من هذا المنبر نقول لجارتي بارك الله فيك، يعطيك الصحه، دمتي وفيه دائما، وربي يكثر من امثالك حبيبتي الغاليه. والله فرحتني بهذه النباتات، شوفوا كيف صنعتهم وجابتهم لي وقالت ديريهم في الفيديو. معناتها فكرتني خدمي رغم انها عارفه يعني ظروفي وعارفه بلي ما نفرقش وكل شيء، ولكن عطاتهم لي وقالت استمري. بارك الله فيك حبيبتي. يعني كي تبغوا تفرحوا احبابكم ماشي شرط حاجه كبيره، حاجه بسيطه جدا والله تدير الفرحه في الانسان، في قلب الانسان. الحمد لله يا ربي، ربي كثر من امثالها حبيبتي الغاليه. تحيه طيبه ليك من هذا المنبر. اذا البنات ونروحوا هنايا هذه هي الرساله اللي بغيت نهضر لكم عليها. المهم البنات راه خمر البغرير تاعي، ورحت جبت هذا الطاجين البنات اللي درت فيه، اللي ما كنتش متوقعه بلي يخرج لي هكا. انا ما عنديش طاجين بصح راني جربت فيه من قبل وخرج لي ولا اروع، وبغيت نشاركه معكم. هذا الطاجين تاع الطياب، الطاجين تاع الطبخ اللي ندير فيه الطاجين تاع الطياب تاع خضره وتاع نطيب فيه. انا درت فيه البغرير وجا ولا اروع، يعني جا روعه ما نحكي لكمش. ما درت فيه لا صابون، حنا بكري كان الصابون كان الطاجين تاع الطين كي نبغوا نطيبوا فيه البغرير ندهنوه بالصابون. انا ما دهنتوش بالصابون، درت غير شويه تاع قهوه. الفيديو راح ليا البنات كي سخن لي الطاجين درت شويه تاع قهوه هكا مررتها عليها هكا بالكتانه ومسحتها بالطرشونه بقماش ومسحته ورجعت درت فيه البغرير وجا ولا اروع. شوفوا البنات كيفاش جا كيما الشهد وجا هايل. درت في الطاجين ملصق لي ما والو، درت على هوايه غير نحي نعاود ندير ويدي سخانه، يعني شد السخانه وكل شيء. جا هايل البغرير تاعي جا ولا اروع كيما راكم تشوفوا البنات. ما عيانيش خلاص ما تعبنيش، جا هايل. شوفوا كيف جا طايب وجا ولا اروع. شوفوا كي جا شباب البنات وجا مثقب وهايل. جربوها البنات الحمد لله لقهوتكم لضيافكم. شوفوا ما شاء الله، شوفوا كيف جا شباب يهبل. يعني جربوه. والبنات ماشي كاع معجن، جا كيما لاستيك كي تجي تقسميه. كاين بعض البغرير انا ذقته بعض المرات عند اخوات، يعني يجي شويه معجن.
شفتوا شويه يجي معجن، خطرات البغرير يجي معجن، ولكن بهذه الطريقه ما يجيكمش معجن، يجيكم كيما لاستيك. تعجنوه شويه وتطلقوه كيما شفتوا، تقبضوه بالميكسور مليح. نفس الطريقه تبعوا الخطوات وراح يخرج لكم وصفه ولا اروع. ديريها لضيافك، حمري وجهك لعائلتك، ما شاء الله. بغرير كيما هكا ديريه القعده، قعده لعائلتك ما شاء الله. شوفوا البنات، وهي الطريقه اللي نحطوا بها البغريره البنات. شفتوا كيف نحطوه؟ شوفوا كيف نحطوا هذه الطريقه ما علمتنا نحطوا بها هكا. شوفوا البنات، نحطوا واحد على واحد كيما هكا، ونديروا واحد لوجه واحد. شوفوا هكا، ومن بعد نرجع نحط هذه مع وجهها هكا. هذه هي الطريقه اللي نحطوا بها البغرير كي نبداو نطيبوا فيه. نحطوا هكا. شوفوا هنايا البنات، يعني الظهر مع الظهر والوجه مع الوجه، الظهر الحبه مع ظهرها مع ظهر الاخرى، ووجهها مع وجه الاخرى هكا. نظن راكم فهمتوني، راهي وصلت الرساله. اذا البنات عاوني البغرير تاعي جا هايل. واش راني غير نشكر فيه باسكو يستاهل، له يستاهل. طريقه ولا اروع، وصفه ولا اروع. جربوها البنات. ودائما نشكركم البنات على الدعم، على لي كومونتير الحلوين كيما نتوما ما شاء الله. رغم اني راني نتاخر وما رانيش ندخل دائما ندير معكم لي فيديو، ولكن دائما وفيات، ودائما تخلوا لي يعني كلام حلو كيما نتوما. يعني صحبتكم كنز حبيباتي الغاليات، بارك الله فيكم. شوفوا البنات، وهنايا راني ندير فيه المرغرين، ودرت شويه عسل. شوفوا احلام هذه راهي تصور معايا، ربي يحفظها، هي دائما واقفه معايا. شوفوا يعني ماهوش معجن. شوفوا البنات، بما انك اني طويته هكا وعاود رجعته ماهوش راه يبان لكم. شوفوا هنا كيفاش يتقطع يعني كيما لاستيك. شفتوا هنا تعرفوا باللي ماهوش. شوفوا رغم اني طويته ولكن ما بانش فيه باللي خضر. والله هايله البنات، وصفه رائعه، جربوها ما شاء الله. هذا هو الفيديو تاعنا البنات لنهار اليوم. خليكم إن شاء الله في أمان الله وحفظه. كونوا دائما أوفياء، وتبعوا فيديوهاتي وقرعوا لي في فيديوهات أخرى بإذن الله حبيباتي الغاليات. في أمان الله.